السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده هنعمل معاكم الفطير المشلتت على اصول. كده هنبتدي معاكم هناخد الدقيق. اللهم صل وسلم. كده بنخل الدقيق قبل ما اعجنه، لازم انخله كده. اسرع معاكم الفيديو عشان ما اطولش عليكم. بسم الله ما شاء الله. كده بحط الملح، هو ملح، عبارة عن ملح ومية بس، محطش اي اضافات تانية، يبقى طعمه خرافة. ولا بحط سكر الصراحة ولا اي مضافات تانية، هي العجينة عادية خالص، ملح ومية. وابتدي ما بعجنش فيها، ما بعجنش الت فيها زيادة عن اللزوم عشان ميبقاش فيها عرق، عشان الفطير يبقى معاكي، يطلع معاكي طري ومورق. يعني بعمل كده زي ما انت شايفة. وبعد كده هدك هلته، باخد ودي كده معاه، هاخد ودي معاكم كده. بسم الله الرحمن الرحيم. انا مش عايزه، يعني انا ما بلتوش اللت اللي هو يبقى خلي فيه عرق جامد، علشان يبقى العجينه معاكي الفطير معاكي طري. انا بوريك انا بعد اعجن لحد ما العجينه يسلت من ايدي. وكده بحط شويه زيت في ايدي وابتدي ادهن العجينه من فوق كده. انا بقطع، انا بسرع معاك عشان الفيديو ما يطولش عليكي. بقطع واحده كبيره و14 واحده او 15 صغيرين. ده فطير مورق، فطير رقاق، مش فطيره واحده كلها واحده. ديت انا بحبوش، ده بيبقى ليه حروف مهما كان بيطلع حروف. اديني بقى قطعته كله اهو قدامك. انا بوريك انا كده قطعته. ودي قشطه مجمداه، ودي زبده بعمله بزبده وقشطه. دي الكرة الكبيرة دي زبدة، ودي قشطة. ده كيلو زبدة ونص قشطة. بحط شوية زيت ابيض، ما بحطش كتير بحيث انه يتفكوا معايا، بس ما بحطش كتير. ممكن احط تلت الازازة. بدعى بقولك بهمكم في بعضيهم، او شوفي همكتم في بعضيهم ما فيش باين زيت. بدعك الصينية دي عشان اول مرة طيب فيها مثلا. دي الصينية اللي بطيب فيها عشان ما يبقاش في مكان جنبية. بدي ببطط على الصينية كده. دي الام بكبرها وابتدي احطها في الصينية من القعر. ودي القعر بتاعها. اديني فردتها، بحطها بقى في الصينيه. فدهنت الصينيه من الزبده والقشطه اللي انا عاملاهم بحيث انها ما تلزقش فيها. ابتدي افردها في الصينيه وابتدي بقى اقطع. بحط برضو كل رق بدهن، كل رق بدهن كده. ببتدي ابلها يا دوبك، بنسمها بالزيت واروح فرداها. ده زيت ابيض. وابتدي اشيلهم كلهم واحده واحده كده، احطهم رق رق وادهن. ابتدي اعمل واحده واحده، كل ما بحط واحده بدهن. ده عشان يبقى اسمه فطير مشلتت. وبحطها، بعملش الفطير، ما بعملش بسمنه سايحه، ما بفكهاش، هي زبده، بيبقى ليه طعم تاني، شكل تاني. الفطيره من جوه في الفرن كده بتتنفخ من كتر الزبده والقشطه دي. هي متبقاش عايزه لما تخرج عايزه حاجه تدهنها، هي الدهان فيها في الاخر. اوريكم وانا ببطط بس عشان ما بسبقش. ادي بوريكم واحده واحده كده. بلم القعر عليهم كلهم بحيث ان هي بلمها، يعني ما تبقاش طالعه. ابتدي بقى احط عليها على الوش. بعدين برضو بلم القعر برضو كده اهو قدامكم. كل واحده بلم القعر بتاعها من فوق، بلمها في بيها واروح دهنه، واروح شوف عامله لها وش فوق كده. بعمل في الوش دي 2، مش واحده، بخليها 2. هو كان المفروض انا بعمل لها 2 بحيث ان ميبقاش لها حرف. واروح دهنه الوش تاني كده. مفيش واحده بحطها ما بدهنش. تاكلي فطير بقى. دي الصينيه بتاعتي يا عاملاها للفطير. كل المعين اللي قدامكم دي متخصصه للفطير بس. بغسلهم واشطفهم واركنهم واجي اغسلهم تاني قبل ما اعمل هو الفطير. كده ابتدي ان انا هطيب. بمسك الفطيره بفردها في قلب الصينيه، بجيب من جوه لبره. انا بوريك انا بفردها ازاي. بدوس في ناحيه واحده، انا بقعد ادوس على الاحرف عشان ما يبقاش ليها حرف. وابتدي اجيب من جوه لبره. شوف قدامك الفطيره عامله ازاي. اديني وريتك انا فردتها. هدخلها بقى الفرن. كان مولع الفرن اللي تحت، النار اللي تحت،
عالية شوية، هو مش عايز نار هادية. النار الهادية بتخلي الفطير يقزر. نار متوسطة، تحت متولع حلو، قبل ما تحطيه لازم يكون الفرن سخن، مش تولع وتحطي. انا كنت مولع فيه قبل ما اقعد ابدا في فرد الفطير. وابتدي بقى ديت عشان هم انا بدات بيهم في الصواني الاتنين اللي هطيب فيهم، ودوكم دلوقتي هشوفوهم وانا بشيلهم على الصينيه. بس الفطيره ما شاء الله عليها بتبقى زي الملبل كده. ادي الفطيره التانية دي كانت بتاخد قعر، وارجع اديرها واجيب دي هنا بديرهم في بعضيهم. بوريك انا لازم بعد اطلعها كده، بعد ما تنشف شويه بطلعها بقعد اهز فيها كده بحيث ان ما تبقاش لازقه، اشوفها لازقه في القعر ولا مش لازقه. بسك عليها الباب كده، انا بشوف قعرة معاكم. شوفوا قعرة وشايفه السمنه اللي فيها، ولا بتتحرق ولا اي حاجه خالص، الحمد لله. كده انا بطلعها قدامكم اهي، بطلعها كده، بطلعهم فوق بعضهم بحيث ان هما يطروا بعض، ميبقاش ليها وش هايش كده ولا تبقى هايشه. دي السمنه، بكب السمنه اللي طالعه من الفطير دي، ببتدي انقلهم اهي، بنقلها في قلب الصينيه، وابتدي برضو زي ما اوريكم هفرد، ادوس على الاحرف واجيب من جوه لبره. شايفه شكل الفطير عامل ازاي قدامك اهي. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد يا رب. بسم الله. ودي هي في قلب الفرن، وادي الفطير بعد ما خلصته. هقطع معاكم واحده بس، هي كنت بحسبه تهوى شويه بس برضه لسه سخن. شوفوا اوريك قلبها بقى عامل ازاي اهي. شايفه الفطير، ادي الفطير. اللهم بارك. ده سخن ما قدرتش امسكها، بس بوريكم قلب انا ما قدرتش اقطعها برضه من السخونيه. شايفه مره ازاي. ادي الفطير بعد ما خلصت.